أهلا بيكم مع فوكلر، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. يلا بينا نبدأ الشاليه الملعون. بس قبل ما نبدأ اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة. بتبتدي الحكاية عند وجدي، شاب مجتهد تم ترقيته في الشغل المنصب كبير، وده خلى أصحابه يحقدوا عليه، ومنهم ياسر وجمال وعمرو، وخصوصا ياسر لأنه دايما كان بيبان إن هو الصديق الوفي لوجدي، لكنه عكس كده، هو بيكره وجدي جدا وشايف إنه ما يستحقش أي حاجة من اللي عنده ولا إن هو يعلى، والمفروض إن هو أولى بكل الترقيات اللي بتيجي لوجدي. واتفق ياسر وعمرو وجمال ومعاهم سلمى كانت بتحب وجدي، لكن وجدي عمره ما حبها، لكن كان بيحب نيرة خطيبته دلوقتي وخطبها ومحبش سلمى، وده خلى سلمى جواها غيرة وحقد تجاه وجدي وعاوزة تدمره زي ما دمر حبها. وفي يوم وجدي كان قاعد في البيت بيكلم خطيبته في التليفون بمنتهى الحب والرومانسية، فجأة بابه خبط واستأذن من خطيبته وقفل معاها وراح يفتح الباب، لقى ياسر ومعاه جمال وعمرو على الباب، سلموا على وجدي وهزروا عليه من على الباب ودخلوا قعدوا مع وجدي. وياسر قال لوجدي: مبروك والله يا مدير، انا قلت محدش يستاهل الترقية دي غيرك. وجدي قال له: الله يبارك فيك يا حبيبي، عقبالك. جمال قال: علشان كده احنا اجرنا شاليه في راس البر مخصوص علشان نعمل لك حفلة بمناسبة الترقية يا مدير، وهو منها احتفال ومنها مصيف يومين. وجدي رد عليهم: والله يا جماعة انا ما عنديش مانع، اهو الواحد يخرج من مود الشغل شوية ويرجع على منصبه الجديد كله نشاط وحيوية وطاقة. بجد شكرا انكم فكرتوا فيا يا رجالة. عمرو حط ايده على كتف وجدي وقال له: امال يا وجدي، احنا اخوات وكلنا فرحانين من قلبنا ليك يا مدير. تاني يوم ياسر وقف بالعربية تحت بيت وجدي بيضرب له كلاكس، وجدي بصله من البلكونة وقال له: انا بلبس اهو ونازل لك على طول. نزل وجدي واتفاجئ بوجود سلمى معاهم في العربية، وقبل ما يحصل أي كلام جمال قال: سلمى كانت بتكلمني وقالت لي إنها رايحة عند عمتها في راس البر، فقلت أعرض عليها تيجي معانا في العربية بدل ما تتعب في المواصلات، ولا إيه رأيك؟ مش دي الرجولة برضو يا وجدي ولا إيه؟ وجدي رد: طبعا معاك حق، إزيك يا سلمى؟ سلمى: الحمد لله يا استاذ وجدي بخير، وانت ازاي حضرتك؟ وجدي قال لها: الحمد لله. ومشيت العربية ووصلت قدام الشاليه بالليل، وياسر قال لوجدي: خد مفتاح الشاليه، ادخل انت واحنا هنروح نوصل سلمى علشان ما ينفعش نسيبها تمشي بالليل لوحدها، ونجيب شوية حاجات لزوم الاحتفال ونرجع لك تاني. وجدي قال له: طيب ماشي، انا هدخل اقعد واريح شويه لحد ما انتوا تخلصوا دنيتكم وترجعوا لي بالسلامه. دخل وجدي الشاليه وقعد على الانتريه وفتح التلفزيون، وكان بيتخيل انه شايف على شاشه التلفزيون فرحه هو وخطيبته نيره، وكان مبسوط جدا. فجأة الكهرباء قطعت والتلفزيون اتقفل، ووجدي طلع تليفونه وشغل الكشاف اللي على تليفونه، وفجأة سمع صوت صرخات عالية. وجدي ارتبك وراح يفتح باب الشاليه علشان يشوف ايه اللي بيحصل بره، لكن الباب ما كانش راضي يتفتح معاه، ضرب في الباب بقوة من عصبيته ان هو عاوز يعرف فيه ايه اللي بيحصل. حاول يروح يفتح الشباك، لقى اصحابه مقتولين ومرميين في جنينة الشاليه. قال وجدي: لا حول ولا قوة الا بالله، ايه ده؟ مين اللي عمل في دول كده؟ وفجأة لقى ايد شكلها مرعب اتحطت على ازاز الشباك، اترعب اكتر من الايد ومنظر صحابه وهم مقتولين، ورجع بظهره وراح واقع على ترابيزة الانتريه وكسرها، وجري بسرعة على المطبخ، لقى كائن شكله غريب ومرعب جوه المطبخ،
خرج وجدي من المطبخ وهو مرعوب وبيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيه المسخ اللي أنا شفته ده؟ وبيلف وشه فجأة على الصالة لقى كلبين لونهم أسود شكلهم غريب ومرعب وبيبصوله بشراسة. ما بقاش قادر يتكلم ووشه وجسمه كله عرقه من الرعب والتوتر، وما فكرش في حاجة غير إن هو يجري من قدام الكلاب دي، والكلاب جريت وراه. وأول ما دخل في الحيطة لقى قدامه باب الحمام، فتح باب الحمام ودخله بسرعة وقفل الباب وراه قبل ما الكلاب تدخل له جوه. وفجأة لقى في ايده حاجة زي المية حس بيها، نور الكشاف على ايده لقى دم موجود في ايده، والدم ده جاي من أكرة الباب، وأكرة الباب غرقانة دم. وفجأة سمع صوت أنثوي مرعب بينده عليه بيقول يا وجدي الحقني يا وجدي. لف وشه لقى سلمى صاحبته، لكن شكلها مشوه وشكلها مرعب جوه البانيو، والبانيو حواليها ميه بدم وهي بتشاور له. وبقى محتار مش عارف يعمل ايه، يستنى مع سلمى بوش المسخ اللي هي فيه ولا يخرج بره لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل مع وجدي وازاي هيخرج من كل ده، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واستنوا الجزء الثاني من الشاليه الملعون. معاكم غادة فويس، مع السلامة.